السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جميلة وكلنا بنحبها. هعملها لكم النهاردة بطريقتي وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. طبعا الاكل اذواق زي ما احنا كلنا عارفين، وكل واحد وليه طريقته. دي طريقتي في الكشري، سهلة وبسيطة. وعايزة اقول لكم ان الكشري بتاعي النهاردة من غير رز. ازاي امل من غير رز؟ والله زي ما بقول لكم كده، من غير رز. انا طول عمري بعمله بالرز، وطول عمري في قبل ما اتجوز كنت باكله في بيتنا بالرز برضو. بس بصراحة انا دقته من حد يعني حبيبي وكده، من غير الرز بصراحة. يعني من يومها وانا ما بعملوش الا بالطريقة دي. هعمله النهاردة ان شاء الله كشري من غير الرز بكل خطواته ما عدا الرز. اول حاجة عملناها ايه؟ حطينا حلة على النار غلت، وحطينا فيها ملح، وبدأنا نسلق المكرونة بتاعتنا عادي خالص. معايا نوعين من المكرونة زي ما انتوا شايفين. وكمان جبت العدس بتاعي غسلته كويس قوي، واتأكدت ان هو نضيف ومفيش فيه اي حاجة، وغسلته. وقمت بقى جاية حاطة مية برضو بتغلي على النار، نزلت بالعدس بتاعي وحطيت له التوابل، ملح وفلفل وكمون، وكزبرة ناشفة وشوية شطة، وبس كده. وحطيته بقى يستوي على العين كده براحته. وبدأنا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل بقى النهارده البصل يعني بص، حاجة الوحيدة اللي مضايقاني في وصفة النهارده والبصل بتاع الكشري بتاعي هو البصل. ليه بقى؟ علشان البصل زي ما انتوا شايفين لونه احمر كده، وانا حطيت للبصل معلقتين من النشا علشان يبقى مقرمش. بس للاسف البصل بتاعي لونه احمر قوي زي ما انتوا شايفين، فاغماء. مش مش ان هو محروق، لا، البصلة نفسها حمرة. فلما اتحمرت زي ما انتوا شايفين كده، اغمقت، بس هي مش محروقة. حلوة وكل حاجة، بس مش اللون الذهبي اللي احنا بنحبه، مش اللون الذهبي اللي احنا عارفينه. آه، اللون الذهبي اللي بيبقى مخرفش وجميل ده بيبقى من البصل الابيض يا جماعة، انما ده بصل احمر. فمهما تحاولي ان انتي تفتحي في اللون علشان تاخدي درجة الخرفشة، لازم هتسيبيه على النار شوية حلوين علشان ينشف. فلونه زي ما انتوا شفتوا كده اغمق شوية، بس هو مش محروق. يعني هو هيبان لكم في الكاميرا ان هو غامق، بس هو مش محروق. خلاص بقى خلصت البصل بتاعي، وكمان العدس كان استوى. هنعمل بقى الصلصة. معايا معلقة كده حلوة من الثوم المفروم، شوحتها في الزيت يا دوبك، بس عايزاها تدبل، مش عايزاها تاخد لون ولا اي حاجة. ومعايا بقى الطماطم بتاعتي انا عصراها يعني بشوية مية صغيرين جدا يا دوبك الخلاط بس يمشي، علشان انا عايزة الطماطم بتاعتي تبقى تقيلة وتتسبك بسرعة وما تاخدش وقت يعني كبير على النار وكده. هنحط بقى للصلصة بتاعتنا شوية ملح، هنظبط الملح بتاعنا، وشوية شطة حلوين كده. وكمان اللهم صل على النبي، هنحط نطرة كمون ونطرة فلفل اسود وشوية كمان كزبرة ناشفة. وكمان حطيت شوية خل. واكيد اكيد اكيد مش هننسى السكر، رشة من السكر على الطماطم بتاعتنا. هنا بقى مطرح ما عملنا البصل، بديل بقى الرز معانا هنا ايه؟ الشعرية. الشعرية هي بديل الرز معانا. بعمل الشعرية بحمرها، وقصدت ان انا احطها مكان البصل علشان تاخد كل البهاريز بتاعة البصلة. طبعا مطرح ما عملت البصل وكده، في زي ما انتم شايفين كده البصل لسه في بواقي في الطاسة بتاعتي، فحبيت ان انا احمر الشعرية علشان تغلي في الطاسة وتاخد كل البهاريز اللي في الطاسة مطرح البصل. ونفس التوابل اللي انا حطيتها على الصلصة حطيتها على الشعرية بتاعتي، وقلبتها بالشكل ده، وحطت لها ميه كاني بعمل رز بالظبط، كاني بعمل شعريه مفلفله، شعريه عاديه خالص. وهغطيها بقى بالشكل ده كده، وهنسيبها بقى لحد ما تستوي، ويبقى كده دي بديل الرز معانا النهارده. بصراحة اخف كتير جدا 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 من الرز والله يا جماعة. يعني لما نكون عاملين الكشري برز ما تقدريش تكملي الطبق. صدقوني الطريقة ديت هتاكلي الطبق بتاعك كله، وكمان ممكن تاخدي كمالة زي ما بيقولوا. هنعمل بقى هنا ايه؟
هنعمل الدقة هنعملها النهاردة. معايا فنجان من الخل وفنجان من المية، نفس الفنجان اللي عايرنا بيه الخل نفس الفنجان هنعاير بيه المية. وحطيت يا دوبك ربع معلقة من الثوم، وحطيت عليها الخل والمية، ونزلت بكزبرة ناشفة، ونزلت كمان بكمون، وحطيت الملح، وسبت الكلام الحلو ده كله يغلي زي ما انتوا شايفين كده، ويبقى كده معانا الدقة بتاعت الكشري جاهزة معانا. طبعا عملنا الدقة وخلصنا الكشري، مش هننسى طبعا الشطة. لازم هنعمل شطة. حطيت شوية زيت كده، وهاخد معلقة كبيرة. بصراحة انا افتريت في الشطة النهاردة، اخدت معلقة كبيرة كده من الشطة الناعمة، وحطيتها على الزيت، ادت لها تشويحة، وقمت اخده بقى شوية صلصة من اللي احنا عملناهم، ونزلت عليهم نزلت بالصلصة على الشطة بتاعتي، وسبتها تغلي غلوة كده، وخلاص كده الشطة ام زيت خلصت معانا. هنا بقى الاكل بتاعنا ما شاء الله، شايفين الشعرية استوت ازاي واخدت من طعم البصل بقى، مش عايزة اقول لكم دي تتاكل كده لوحدها حاف. وهنا ما شاء الله الصلصة بتاعتي دخلت خلاص في التسبيكة، والعدس استوى طفيت عليه، والمكرونة كمان زي ما انتوا شايفين اتسلقت وصفتها، وكل حاجة تمام التمام. يلا بقى نغرف الطبق بتاعنا ونشوف الجمال بتاعنا ده بيقول ايه. هنا خلاص بقى هنبدأ ان احنا نغرف الطبق بتاعنا. تحضرت طبعا حاجتي، بس انا غرفت الطبق، وده كان شكله ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. الطبق شكله جميل جدا. هو الحاجة الوحيدة بس اللي مضايقاني زي ما قلت لكم البصل غامق شوية، بس والله يا جماعة التصوير مغمقه اكتر، هو مش في الحقيقة كده، يعني هو في الحقيقة افتح من كده، بس هو البصلة نفسها حمرة. فالبصل الابيض في الكشري بيبقى احسن بكتير، بس بصراحة ده اللي كان متاح عندي. ما شاء الله ما شاء الله، ده كان شكل الكشري بتاعي، ويا رب ان شاء الله تعملوه بطريقتي وتقولوا لي عجبكم قد ايه، وباذن الله ان شاء الله يعجبكم. ولو اول مره تدخلي قناتي يا ريت ما تنسينيش باشتراك في القناه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وان شاء الله تحطي لي لايك من ايدك الحلوه كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.